بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ مع بعض من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول أهل روميا إصحاح 13 أول آية 11. يقول: هذا وإنكم عارفون الوقت إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة صوم أمنا القديسة العذراء مريم. والموضوع اللي هنتكلم فيه بنعمة ربنا النهاردة بحسب جدول النهضة عن التوبة. التوبة هي الموضوع اللي بيشغلنا كلنا، ويجب علينا ان ده يكون اهم موضوع شاغل فكرنا، كبار صغار رجالة سيدات، لان احنا ما عندناش اهم من خلاص نفسنا. الجزء اللي اتقرأ علينا ده سمعه واحد في يوم من الأيام، كان شاب عنيد، كان بعيد عن ربنا تماما، كان عايش في عمق الخطية لدرجة إن هو من الخطية كان عنده ولد غير شرعي. ولكن لما سمع الجزء ده وتأثر بيه، وابتدت كلمات تتأثر داخله، فابتدى ان هو يفكر في خلاص نفسه، في التوبة، في العودة الى الله. هو القديس أوغسطينوس. موضوع التوبة موضوع بيبتدي من اول ابونا ادم وامنا حواء. اول ما سقطوا في الخطية نلاقي سؤال ربنا بيقول له: ادم ادم اين انت؟ وكأن ربنا بيقول له، مش بيقول له انت فين، بيقول له انت ما تبتش ليه؟ ليه ما رجعتش عن الغلط بتاعك اللي انت عملته؟ الكتاب المقدس بعهديه بيتكلم عن التوبة. يمكن نوح يعتبر من اول رجال الله اللي كانوا بيدعوا الناس صراحة للتوبة، لكن بعد كده في انبياء كتير ربنا بعتهم وافتقدوا الناس لأجل التوبة، زي أشعيا وأرميا وحزقيال ويونان. كل دول كانت دعوتهم للناس كانت توبة. ويوحنا المعمدان كانت كرازته أيضا هي دعوة للتوبة. يوحنا المعمدان يقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. مش العهد القديم بس اللي كان بيتكلم عن التوبة ويدعو ليها، لكن أيضا في مجيء ربنا يسوع المسيح كانت دعوته أيضا لينا كلنا للتوبة. أول حاجة لما ابتدى كرازته قال إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. مش العهد القديم بس اللي كان بيتكلم عن التوبة ويدعو ليها، لكن أيضا في مجيء ربنا يسوع المسيح كانت دعوته أيضا لينا كلنا للتوبة. أول حاجة لما ابتدى كرازته قال إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فالتوبة مش دعوة الأنبياء بس، دي كانت رسالة السيد المسيح لينا كلنا، إن هو بيدعونا للتوبة. ما بيقول فيما أنتم، لما بعت تلاميذه قال لهم: فيما أنتم ذاهبون اكرزوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. والسيد المسيح قال: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة. يبقى هو كان عايزنا كلنا ان احنا نقدم توبة. ارجعوا إلي أرجع إليكم. في نداء ولكن في تحذير. بيقول ايه؟ إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. موضوع التوبة هنتكلم فيه من خلال 3 نقط. النقطة الأولى التعريف بالتوبة، إيه هي التوبة؟ النقطة الثانية
هناخد خطوات عملية للتوبة، كيف أتوب. النقطة الثالثة ثمار التوبة. التوبة لما تكتمل والشخص يرجع لربنا بيبقى فيه ثمار للتوبة. أول حاجة إيه هي التوبة؟ في واحد اسمه الشيخ الروحاني قال عن التوبة، قال هي ترياق للخطية، والترياق ده اللي هو إيه؟ الدواء. قال التوبة هي ترياق للخطية. قال التوبة تخلص من سباهم الشيطان، الناس اللي وقعوا في أسر الشيطان حتى ولو لسنوات طويلة، التوبة تاخدهم ايه منه كده، كانوا مأسورين للشيطان ولكن التوبة تاخدهم، زي ما شفنا في حياة القديس موسى الأسود، قديس أغسطينوس، قديسة مريم المصرية، وكل قديسي التوبة. قال كمان الشيخ الروحاني التوبة تجعل الزناه بتوليين. ده الجزء اللي بنقوله في التمجيد بتاع القديس موسى الأسود، نقول التوبة لها مفعول عجيب تجعل الزاني بتول. لأن هو بيبقى مأسور للخطية وعايش سنين فيها، فالتوبة ايه؟ ترجعه تاني لربنا. طيب برضو عايزين تعبير أدق للتوبة. هناخد مجموعة تعبيرات عن التوبة. أول حاجة التوبة هي الرجوع إلى الأحضان الأبوية. الخطية هي انفصال عن الله، واحد بيبعد عن ربنا، لكن التوبة هي العودة إلى الله، الرجوع إلى الأحضان الأبوية. ربنا لما اتكلم عن شعب إسرائيل في خطيتهم قال إيه؟ أعطوني القفا لا الوجه. يعني واحد بيحول وجهه عن الله، بيمشي في اتجاه معاكس، ده الإنسان اللي بيحيا في حياة الخطية. لكن التوبة هي العودة إلى الله بعدل اتجاهي مرة تانية. ودي تظهر بوضوح قوي في قصة الابن الضال. الابن الضال كان عايش في بيت أبوه في حماية، في كرم، في أمان، في سلام، في اهتمام، في كل حاجة كويسة لما كان في بيت أبوه. هكذا كل واحد فينا بيبقى مع ربنا، ولكن تحت مسمى الحرية، تحت مسمى السعادة المزيفة، يقول الكتاب إن هو طلب ميراثه من أبوه وسافر إلى كورة بعيدة. التوبة الخطية هي الانفصال عن الله والبعد عنه، فقال كده عنه الكتاب سافر إلى كورة بعيدة. عمل إيه؟ ابتدى يحيا حياة كان يخير له فيها إن هي دي السعادة، ومشي مع أصدقاء السوء وعمل كل الحاجات اللي كان نفسه فيها. وبعدين بعد شوية لقى نفسه إيه؟ ماشي غلط، تعب وجاع واحتاج، وحس ان هو مفيش امان، حس ان هو مش مستقر، حس ان في حاجات كتيرة هو مفتقدها. يقول عنه الكتاب رجع الى نفسه، ابتدى يفكر. طب عمل ايه؟ رجع لابوه تاني، قال لا، انا كنت باعد نفسي عن بيت ابويا، كنت باعد نفسي عن الامان اللي كنت فيه، عن الكرم بتاع ابويا والرخاء والخير اللي كنت فيه، كنت باعد نفسي عن الحماية اللي كانت عندي في بيت ابويا. انا غلطت، اصلح الغلطة بقى وارجع له تاني. دي التوبة، العودة الى الاحضان الابوية. قال ايه؟ الان اقوم واذهب الى ابي. ورجع. فلما رجع ابوه استقبله وكان فرحان. فالتوبة هي الرجوع الى العودة الى الاحضان الابوية. التعريف الثاني للتوبة، التوبة هي حالة يقظة روحية. يعني ايه؟ الانسان اللي بيبقى عايش في الخطية بيبقى في غفلة، مش واخد باله، بيبقى ايه؟
زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج السكينة سرقاه، مش واخد باله من نفسه، مش واخد باله من حياته، عايش في غفلة. لكن لما التوبة الواحد يعيشها يبقى في يقظة، يبقى في انتباه، اقول لا انا بعدت ليه. عشان كده يوحنا المعمدان يقولوا عنه صوت صارخ في البرية، كان ينده لكل واحد يقول توبوا ارجع لربنا. كان ينبه ليه؟ عشان الانسان اللي عايش في الخطية بيبقى عايش في غفلة. مجرد لما بيجي صوت يقول لي ارجع لربنا، انت ليه سايب نفسك كده؟ الصوت ده ممكن يجيلي من خلال آية في الإنجيل، من خلال عظة، من خلال أبويا الروحي، من خلال أسرتي، زي ما كانت القديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس دايما تنده على ابنها وتطلب منه وتصلي بالدموع لأجله. فالواحد فينا يفتح قلبه لربنا، ما يبقاش قلبه كده حجري وقافل مسامعه، لا، لازم الواحد يفتح ودانه ويسمع. بيقول فيما الناس نيام جاء عدو ووضع زوان وسط الحنطة. بيبقى الواحد في غفلة وتلاقي فيه خطية اتملكت فيه. يعني ايه الناس نيام؟ يعني واحنا غفلانين عن خلاص نفسنا، واحنا بعيدين عن ربنا، واحنا تايهين، بننسى نفسنا، بننسى أبديتنا. فالتوبة هي حالة يقظة، إنها ساعة الآن لنستيقظ. التعبير الثالث للتوبة هي عتق وحرية. يعني إيه؟ حالة عتق، وكأن الإنسان اللي كان عايش في الخطية تحس إن هو أسير، تحس إن هو ممسوك كده من الخطية دي. يجي تقول له تعالى الكنيسة، يقول هاجي ازاي؟ طب ده انا ما بقدرش اصوم انقطاعي، اصل انا مش عارف بشرب سجاير، اصل انا مش عارف متغافل، اصل انا ما بقدرش اصحى بدري، اصل انا ويبتدي يقدم اعتذارات وتبريرات ان هو مش قادر يجي الكنيسة. في جزء في تحليل الاعتراف اللي ابونا بيقراه بيقول ايه؟ بيقول لنا كده كل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. وكأن الإنسان في حالة الخطية بيكون في حالة أسر. والصلاة دي التحليل أو الحل دوت كأننا بنطلب من ربنا كده فك قيود المعترف دوت من الخطية اللي هو واقع فيها. في قصة في العهد القديم عن ملك من ملوك يهوذا اسمه منسى الملك. منسى الملك كان إنسان شرير، وكان عايش حياة بعيدة عن ربنا، وبسبب شروره ربنا خلى ملك بابل ياخده ويربطه ويخليه أسير. وده بيرمز إلى الأسر الروحي اللي بتعمله الخطية في كل واحد فينا، حالة منسى. بعد كده وهو في الأسر دوت مقبوض عليه، ابتدى يرفع قلبه لربنا ويطلب منه انه يسامحه. فربنا عشان يأكد له ان توبته اتقبلت خلى ملك بابل يصدر قرار بانه يرجع تاني لمملكته. ودي حاجة ما حصلتش في التاريخ، ان ملك يتاخد ويتسبي وبعد كده يرجع تاني لملكه. فالخطية هي حالة أسر، والتوبة هي عتق من الأسر دوت. كمان من ضمن تعريف التوبة هي ترك نهائي للخطية. يعني ايه؟ بيبقى الواحد كاره الخطية، يقول لا مش هرجع تاني، مهما حصل انا مش هرجع تاني، انا مش هرجع للحالة اللي كنت فيها، مش هرجع للوضع الصعب اللي كنت عايش فيه، انا فرحان بوجودي مع ربنا. القديس أغسطينوس اللي كنا بنتكلم عنه وقلنا ان هو كان عايش في علاقة غير شرعية، وكان نتيجة العلاقة دي كان عنده ابن. في مرة
الأخت اللي كان يحيى معاها في حياة الخطية خبطت عليه، فبتقول له أغسطينوس. قال لها أغسطينوس مات. فقالت له لا، الصوت ده صوت أغسطينوس. قال لها أغسطينوس اللي كنت تعرفيه مات. والكتاب يقول لنا كونوا كارهين للشر. فالإنسان اللي بيحيا حياة التوبة بيكون كاره الشر، وما يكونش حابب يرجع للخطية تاني. وشفنا في قصة القديس موسى الأسود قد إيه امرأة سيده اللي كان برضه بيحيا معاها في الخطية حاولت مرات كتيرة ترجعه، ولكنه بنعمة الله وبمساندة أبيه الروحي القديس إسيزوروس الحكيم كان ثابت على إيمانه وعلى توبته. دي النقطة الأولى، إيه هي الخطية. تابعوا الجزء الثاني، كيف أتوب بخطوات عملية.